السلام عليكم. سامعين صوت المطر والميه؟ سامعين؟ سامعين؟ مطر وميه. والولد بيجري ازاي في الشارع. الدنيا كانت بادئه لسه بتقول يا هادي، بس طبعا دلوقتي فتحت على الرابع. سامعين الصوت؟ ادخل بقى عشان اعرف اسجل لكم. السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال يا رب. شايفين بقى بدأنا اليوم بالمطر، بدأناه بالخير. الشتاء يا جماعه خير زي ما انتم عارفين. شايفين المطره؟ شايفين المطر؟ شايفين؟ طلعت على السطح كمان علشان ايه؟ عشان اوريكم اوريكم الميه كانت بادئه لسه بقى ايه، يعني كانت لسه بتشتغل بقى. المطره كانت لسه بتشتغل من الشوارع. بس عارفين ان يعني سبحان الله، هي الارض زي ما تكون كانت عطشانه نشفت على طول. المهم يا جماعه، طبعا البرد والمطر محتاج ايه؟ اكله تدفي. فمفيش احلى من ايه؟ من المحشي ده، البتنجان اللي انا كنت ايه مخزناه معاكم. عملت انا بقى ايه؟ قلنا هنعمل محشي في اليوم الجميل ده بقى. بعتنا بقى جبنا كرومبه، وقلنا نعمل شويه محشي حلوين كده يدفونا. وعملت الطماطم وعملت البصل زي ما انتم شايفين، وبستنى لما البصله بتدبل وبنزل عليها بالطماطم. انا ما بحبش الطماطم تحمر، يعني بتاع البصل. ما بحبش البصله تحمر ابدا في الاكل، بحس انها بتمرر. البصله يا دوب تدبل كده او تصفر ما تحمرش. طبعا بعد كده بقى نزلت عليها بايه؟ بالتوابل اللي هو كمون وفلفل وبهارات. والامارات معانا ولاد اختي، دي دعاء ودي اسماء ودي الكرومبه. انتوا عارفين انا هبطانه طالعه السلم بتاع السطح بجري. انا بكلمكم دلوقتي بسجل على السطح عشان الصوت العيال في الشارع. انا فرحانه بقى بالمطر ومش عارفه ايه والكلام ده. فانا قلت ايه، اما اطلع بقى اسجل فوق. زي ما انتم شايفين كده جبنا الكرومبه بقى وبقطعها. انا بسلق الكرومبه زي ما هي على فكره، ما بعملهاش ايه ورقه ورقه. ما اعرفش، بحس ان هي بتغيب والمراره بتتفقع بقى. دودو عماله عايزه تتصور معاكم باي طريقه، عماله تقول لي اتصور يا خالته، اتصور يا دودو. احنا ما بنزعلش حد. ده بقى ورق كرومب الاخضر، انا بسلقه وبعدين في كيس لوحده. لما يكون مثلا ما عنديش كرومب او عايزين ناكل محشي مثلا وما عنديش كرومب، بقى مطلع الاخضر ده عاملاه بيبقى جميل برضو. وجبنا ايه؟ نص كيلو بتنجان ونص كيلو كوسه نحشيه برضو. كان يومها كان محشي ايه بقى؟ والله كان تحفه. وكان محشي يعني مشكل كده. عملنا كل الانواع اللي احنا عايزين ناكلها. قورت بقى قورت البتنجان زي ما انتم شايفين، وعملت الكوسه الاخرى. وكان نص ونص يعني ما كانش كتير، فاتعمل بسرعه. انتوا عارفين الجو برد. الجو برد على السطح، انا على السطح بكلمكم. في الاوضه اللي على السطح تلج، اقسم بالله تلج. زي ما انتوا بقى شايفين، انا بقور الكوسه وخلصناها. خلصنا البتنجان. انا بصراحه كنت عايزه احمر الكوسه البتنجان، قمت قايله لا، هنحمرهم بطريقه تانية. لان الكوسه والبتنجان ما بتاكلوش الا هم متحمرين. البتنجان لازم يتحمر عشان بيبقى مجلد، بيبقى طعمه مش حلو، فلازم يتحمر. فانا قمت عملته بطريقه تانية. هنشوف. المهم بقى ايه، حطيت الكرومبه زي ما انتم شايفين. انا بحط الكرومب يا جماعه ويا دوب كده زي ما انتم شايفين، يا دوب ينزل الميه واقوم شايلاه، سواء هيتخزن سواء مش هيتخزن سواء احشي دلوقتي. بحط ميه ساقعه وبقوم جايه مطلعه فيه الورق، بس لازم احط ميه ساقعه عشان الميه السخنه ما تخلوش يتهري في بعضه. وبقوم مطلعاه كده وبقوم مقطعاه. لو قدامي 100 كرنب على فكره بيخلصوا في ثانيه بصراحه. اهو زي ما انتم شايفين برضو. ايوه زي ما انتم كده شايفين، بقوم عاملاها كده في ثانيه بيكونوا خلصانين. اللي هي بقى الحته اللي هي بتاعت اللي هو العرق ده بتاع الكرنب. انا بعمل فيه ايه بقى؟ انا بقوم مقطعاه واحطاه في الارضيه بتاعت الحله بتاعت المحشي.
كنا الاول بقى بنحط اسمه ايه، بنحط بصل بقى وفلفل اخضر ومش عارفه وطماطم، كل ده استغنى عنه باللي انا بعمله ده، بالورق ده بالعرق ده اهو، بحطه في ارضيه الحل. نيجي بقى بعد كده على ايه، على الخلطه بقى بتاعت المحشي. بصوا يا جماعه، اللي عنده بصل اخضر ما يستخسروش في المحشي، اسمعوا الكلام والله العظيم مش هتندموا، بيخلي البصل طعمه تحفه. اهو عملت بصل اخضر وقطعت معاه فلفل اخضر، وبقوم رايحه بقى ايه، عامله عليه ملح وفلفل اسود وشويه ايه بهارات، وبقوم حاطه بقى عليه اللي هو الكزبره والشبت، ونقلبهم في بعض كده، ونقوم عاملين ايه، ونقوم غاسلين الرز ومصفينه ونزلين على على الطماطم على التقليه. بعد كده بقى بننزل بالخلطه دي بقى، نقعد نقلب بقى، تبقى خلطه بصوا والله العظيم روعه. البصل الني ده، البصل الني سواء اخضر او ناشف، اعملوه بس لوحده كده وبعدين حطوه على الخلطه وجربوه، بجد تحفه، بيخلي المحشي رهيب، بيوديه في حته حلوه قوي. وزي ما انتم شايفين بقى، انا قعدت على الارض وقعدت ايه احشي. كانت حله المحشي دي خلصت، قمت وجبت بقى ايه الصينيه بتاعتي، وقمت لفاها كده ايه برضو شويه ورق عشان ايه نحمي البتنجان والكوسه. وزي ما انتم شايفين برضو قعدت على الارض بحشي. هي بقى ايه حلاوه اللي انا بعمله ده بقى، ان انا ما وقفتش احمر كتير بصراحه. وده البتنجان الاسود يا جماعه اللي انا كنت محمراه معاكم، واللي انا كنت ايه حاطاه في الفريزر قدامكم اهو. خلاص المحشي الاتنين خلصوا خلاص. هنا بقى جبت ايه اللحمه، ما كنتش عملت اللحمه لسه. اللحمه بقى عملت ايه، عملت ورقتين بتاع ده اسمه ايه، حبايتين 3 كده مستكه، بيسيحوا في السمنه او في الزيت، لان المستكه مش بتسيح يا جماعه في الميه بتاعه المغليه بتاع الشوربه، لا بتسيح في السمنه او الزيت كده زي ما انا بعمل. ونقوم رايحين بقى مشوحينها كده، ونقوم حاطين بصل وفلفل وطماطم، ونقوم حاطين بقى فلفل اسود، بهارات اللحمه والبتاع بقى والمستكه والحبهان واللوري. وهنا بقى ايه، كانت الشوربه معانا يعني غليت، خدنا بقى ايه وعملنا العقد بتاع المحاشي. الكوسه والبتنجان ما تمنوش عليهم قوي، لان الكوسه بتنزل ميه عشان ما يعجنش. ولعت كده زي ما انتم شايفين وحطيت. وهنعمل بقى ايه شويه لسان عصفور. انا مش عارفه ايه اللي بيربط لسان العصفور بالمحاشي بصراحه بس لازم اعملها زي ما انتم برضو شايفين. كده خلصنا ايه، كده بقى ايه عملت حمرنا الشعريه وحطيت عليها الشوربه. الشعريه برضو يا جماعه من الاغلات بتاخد غلوه واحده بس، انا بغليها غلوه او غلوتين بالظبط، وبعد كده بقفل. هنا زي ما شايفين المحاشي كانت لسه، حطيت شويه زيت لان انا من الناس المدرسه القديمه اللي بتعشق المحشي اللي غرقان زيت وسمنه، يعني فاهميني، انا من المدرسه القديمه دي. والمكرونه يعني انا احب الحاجه تبقى لامعه كده ومدهنه، ما اعرفش بقى المدرسه دي صح ولا غلط، بس بحب المدرسه دي. هنا بقى كان الكوسه استوت، فحطيتها على ايه، على العين الصغيره شويه تتردد، وبعد كده قمت انا واخداها بقى عملت ايه، دخلتها الفرن عشان احمرها في الفرن اهي. يبقى الكوسه والبتنجان احمروا من غير ما اقليهم. بعد كده قمت عامله فحمه، وقمت رايحه جايه بوريكم هو المحشي. بعد كده قمت عامله فحمه، وقمت جايه احطها على على المحشي بتاع الكوسه والبتنجان ده. بس والله العظيم كان خرافه. بصوا انا من عشاق الفحم اصلا في اي اكل، تلاقوني دايسه اختراعات، انا بعمل اختراعات بالفحم ده اصلا. وهنا خلاص المحشي كان خلص معانا، كان محشي قمر 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 قمر. والجو برد بقى ودفينا يعني دفانا، كنا بردانين بصراحه. محمد ابني شايفينه ازاي قلب امه محتاج يدفى 3 سنين جايين. خلاص كده الاكل بتاعنا كان جاهز، ودخلنا اتغدينا والحمد لله. وده اللي كان باقي، حبه محشي على حبه مش عارفه ايه حطيتهم هنا، وغسلت المواعين وروقت المطبخ و... وخلصنا وكده تمام. وكان عندي شويه غسيل غسلتهم، والدنيا بتشتي برضو، هعمل ايه بقى، طلعت نشرت. يلا اشوفكم على خير، يلا سلام.